السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة ذاك جي أسامة جمال، حلقة جديدة. هنحل النهاردة على السيشن بتاعة الدينستي والسيشن بتاعة الكربون والأكسجين، كربون دايوكسيد والأكسجين. هنحل أسئلة قوية جدا وبالمرة مراجعة سريعة. ننزل بالانترو وانت تنزل تظبطني لايك، تشترك في القناة لو مش مشترك، ننزل بالانترو ونرجع نكمل. سريعا يا شباب تعالى نراجع الماكسيمم دينستي. الماكسيمم دينستي اللي هي كانت عند كام سيليزيوس؟ 4 سيليزيوس. ولما كنا بنزيد عن ال4 سيليزيوس الدينستي بتقل، ولما كنا بنقل عن ال4 سيليزيوس الدينستي برضو بتقل. طيب الماكسيمم دينستي كام؟ ان سنتيمتر كيوب هو 1. طيب كانت كام؟ جرام بير سنتيمتر كيوب اور 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. الله، ده احنا مش بنحل بس، ده احنا بنراجع على السيشنز كلها. طيب حلو جدا. existing living organisms in glaciers. حد فاكر كلمة جلاشر دي اللي هي ايه؟ نهر جليدي. طب حلو جدا. جلاشر thanks to covalent bond لا، boiling point لا، hydrogen bond لا، abnormal density ايوه. ليه؟ علشان الدنسيتي بتاعت الايس at zero temperature قليله، فبتطلع لفوق، فبتعمل insulating layer علشان اللايرز اوف ووتر اللي تحتيها تعرف الكريتشرز تعيش فيها وما تبقاش be affected from the outer environment اللي هي ايه؟ cold. تحت هتبقى density عاليه، water warm little bit than surface اللي هو اصلا ايس. الميه تحت هتبقى دافيه، فالكريتشرز هيعرفوا يعوموا فيها. طب حلو جدا، ده احنا كمان يعني مش بس بنراجع، احنا بنقول الدرس كله. which one is more soluble in water. طيب الاكسجين قلنا ان هو concentration اعلى، بس الكربون دايوكسيد هو اللي more soluble. ده مش كل دول اختيارات، ده هو بيقول لك in each pair، يعني كل اتنين انا عايز منهم المور soluble. طيب الكالسيوم بايكربونات ولا الكالسيوم كربونات؟ طيب الكالسيوم كربونات هي اصلا كالسيوم CO3 على طول من غير H2. طيب الكالسيوم كربونات هو اللي insoluble، والكالسيوم بايكربونات هو اللي كان more soluble. معلش فكرهاني، الجزئيه ديت كانت في الكربون دايوكسيد لما يزيد فين؟ في الووتر. اللي بيحصل هيحصل reducing calcification. يعني ايه؟ يعني انا حلزونه الشيل بتاعتي بعمل لها يعني بكبرها، باخد كالسيوم عشان اكبرها. الكالسيوم ده بجيبه منين؟ من الكالسيوم كربونات اللي هو insoluble to water. طب لما يحصل كربون دايوكسيد زياده في الووتر هيتحول الكالسيوم كربونات ده into كالسيوم بايكربونات اللي هو soluble in water. فانا مش هعرف اخد الكالسيوم، فالشيل بتاعتي مش هعرف اكبرها ولا اكونها، فهموت. طيب الاكسجين at 15 temperature ولا at 5 temperature؟ كل ما التمبريتشر بتزيد السوليبيليتي بتقل. ده من السيشن اللي فاتت، كل ما التمبريتشر بتزيد السوليبيليتي بتقل. يبقى انا دلوقتي مين عندي المور سوليبل؟ الاكسجين at 5 سيليزيوس. طب ما تيجي نراجع على الجزئيه بتاعت الاكسجين والكربون دايوكسيد على طول بسرعه. الاكسجين والكربون دايوكسيد بيجوا من الويفز، الاكسجين بيجي من الفوتوسينثيسيس بروسيس. طيب الكربون دايوكسيد من الويفز من الميتابوليك بروسيس، يعني انا بتنفس وبطلع كربون دايوكسيد، والهيومن اكتيفيتي. طيب ايه اللي يحصل لو الاكسجين ليفل زاد في الميه؟ ده النبات هيبقى ايه؟ مزقطط، بيعرف الفيش هتبقى مزقططه، تتنفس كويس والميتابوليزم هيبقى احسن، الريبرودكشن واكتيفيتي اكتر. طب ايه اللي هيحصل لو الكربون دايوكسيد زاد في الميه؟ اسيديفيكيشن، يعني البي اتش هتقل، هيبقى الوسط حمضي. دي مشكله؟ مشكله. الفيش اللي عامله ادابتيشن على نيوترال ميديا او الكلاين ميديا هتموت. طيب تاني حاجه احنا قلنا ان قلنا ان الكربون دايوكسيد لما يزيد هيبقى اسيديفيكيشن، برضه مش هيعرفوا يتنفسوا، هيبقى كاتم على نفسهم عشان الاكسجين هيقل. طيب واخر حاجه reducing calcification. ليه؟ كنا لسه شارحينها. الشيل عشان نكونها انا كحلزونه باخد كالسيوم من الكالسيوم كربونات اللي هو مش بيدوب في الميه. طب لو الكربون دايوكسيد زاد في الميه، ثاني اكسيد الكربون زاد، كالسيوم كربونات ده هيتحول انتو كالسيوم بايكربونات
which is soluble يعني هيختفي مش هيلاقيه، فانا مش هعرف اكون الشيل بتاعتي. اخر حاجه لو الاكسجين لو الكربون دايوكسيد قل في الميه البلانت مش هيعرف يعمل فوتوسينثيس بروسيس. ما يولع النبات يا اخي انا مالي، لا انت مالك ونص، ما هو هيموت واللي كان بيتغذى عليه هيموت برضه واللي كان بتاكل السمكه هتموت، فاحنا كده اثرنا على الفود تشين. طيب حلو جدا عملنا عظمه. والجزئيه ديت برضه كانت في نفس الليسن، ارجع شوف الدروس اللي فاتت لو انت مش مذاكرها او ما شفتهاش، ان التمبريتشر كل ما تزيد اللي بيقل السوليبيليتي. طيب you can swim easily in fresh water ولا المارين ووتر ولا الجراوند ووتر؟ قلنا ان الدنستي يا شباب، الدنستي مع التمبريتشر الاربعه هننزل تحت الدنستي دي تقل، الاربعه هنطلع فوق الدنستي برضه تقل. يعني مثلا كنت بقولها ايه في السيشن، انا 4 سليزيس بمشي كده الدنستي بتقل، بمشي كده الدنستي بتقل برضه، يعني رايح ناحيه الفريزنج بوينت الدنستي هتقل، رايح ناحيه البويلنج بوينت الدنستي هتقل برضه. طيب الدنستي مع بريشر، كل ما بنزل تحت البريشر بيبقى قوي جدا والدنستي بتبقى تقيله. طيب الدنستي مع السالينيتي، كل ما السالينيتي تزيد الدنستي تزيد، فالميه تنزل لي تحت فترفعني، فانا يحصل ايه؟ فلوت. يبقى انا اقدر I can swim easily in fresh water or marine water for sure marine water عشان ميه مالحه يعني كثافتها تقيله يعني هتنزل تحت يعني انا هطفو يعني هعرف اعوم. طيب disability of photosynthesis process occur ايه؟ disability of photosynthesis process يعني الكربون دايوكسيد قليل، اوكي؟ يعني بي اتش عاليه يعني alkaline. The density is measured by hydrometer. وبالمناسبة يا شباب أنا بصراحة عايز أراجع الهيدرومتر عشان ده قوي جدا. بسرعة تعال الهيدرومتر يا شباب مراجعة عليه، احنا قلنا ان الجزء المنفوخ ده هو الهاي دنسيتي. طب ودوت ليد شوت، ثقل كده موجود من الرصاص ليد او ميركوري زئبق. طيب التيوب ديت فيها جرادويتد يعني مدرجة، الواحد اهو اعلى من الواحد 0.9 يعني احنا كده بنقل، ولما بننزل تحت يبقى مثلا 1 و1 فاحنا كده بنزيد. طيب يعني ممكن يجي لك اصلا ما يجيبلكش هيدرومتر، هو بيجيب لك تدريج. فاكر السؤال اللي احنا خدناه من المره اللي فاتت؟ 1 و3 شرط و1 و3 شرط، يقول لك الووتر سيرفيس هنا والووتر سيرفيس هنا which one has low density. المغفل هيقول لك انا كده بطلع فوق الواحد فانا كده الدنستي تقيله، وبنزل فوق الواحد يبقى انا كده الدنستي خفيفه. يا مغفل الدنستي اصلا احنا دلوقتي بنقيس بالهيدرومتر، والهيدرومتر التدريج بتاعه ماشي بالعكس، يعني كل ما بطلع فوق عن الواحد الدنستي بتقل، يعني فوق كده 9 من 10 وتحت 1 من 10، فانا كده دنستي قليله هنا دنستي تقيله. طيب لو انا جيت برسمه، انا عندي الرسمه انا قريب من الحته المنفوخه يبقى انا كده ايه؟ دنسيتي تقيله. الووتر سيرفيس بعيد عن الحته المنفوخه يبقى انا كده ايه؟ دنسيتي قليله. بسرعه السؤال دوت اقرب حاجه للحته المنفوخه فده كده اعلى دنسيتي اعلى كثافه. طيب بعيد شويه عن الحته المنفوخه اقل كثافه، بعيد خالص عن الحته المنفوخه اخف كثافه خالص. الحمد لله خلصنا. ده احنا راجعنا على 3 سيشنز مره واحده في قد ايه؟ 7 دقايق وربنا عظمه، انا مبسوط. طيب معلش بسرعه، الرو الدنستي كانت ايه؟ الرول بتاعها ماس اوفر فوليوم دايركتلي بروبوشنال انفيرسلي بروبوشنال. الحمد لله عملنا انجاز وخلصنا حاجات كتيره في وقت قياسي. لو انت مش بتدعمني بلايك وسبسكرايب وشير فانا بجد زعلان منك. شارك الحلقه مع اصحابك عشان ما تبقاش بخيل وهم كمان يستفادوا زي ما انت بتستفاد بالحلقه الجامده جدا ديت. القاكم في الحلقات الكتير الحلوه اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.